ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشتغل الوردة دي مع بعض، سهلة وسريعة ان شاء الله تعجبكم. ممكن تعلقيها في شنطة، تستخدميها ميدالية، فاصل كتاب، زي ما تحبي. يلا بينا نشوف هنشتغلها ازاي. اول حاجة احنا هنحتاج لون اخضر. طبعا انا بستخدم الخيط المناسب بالنسبه لي، ممكن تشتغليها بخيط صيفي، بخيط ارفع من كده، زي ما تحبي. اول حاجه انا هعملها، هبدا اعمل عقده البدايه واشتغل 45 غرزه سلسله. هكمل وارجع لكم. بعد ما اشتغلت 45 غرزة سلسلة، قصيت الخيط وارتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. طبعا الفرع ده اللي انت هتستخدميه للتعليق ممكن تكبريه تصغريه زي ما تحبي. انا اكتفيت ب45، ممكن انت تزودي اكتر من كده. هنبدأ بقى نشتغل الفرع بتاع الوردة. فهلف الخيط على الابرة كده واعمل عقدة البداية وارتفع 16 غرزة سلسلة. وبعدين هتخطى غرزة، وفي اللي بعديها على طول هدخل اعمل غرزة حشو واعلم اول غرزة حشو احنا اشتغلناها عشان اقفل فيها نهاية السطر. وبعدين هلف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعديها اعمل غرزة نص عمود. وبعدين هلف الخيط، والثلاث غرز اللي جايين انا هشتغلهم غرزة عمود بلف. فهلف الخيط على ابرة واخرج من حلقتين في حلقتين، لف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعديها واخرج من حلقتين في حلقتين. تالت حاجة كده. وبعدين اشتغلت انا غرزة حشو، وبعدين وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين 3 غرز عمود بلفة. وبعدين هدخل اشتغل تاني غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو، وبعدين هاجي في الغرزة دي اعمل غرزة منزلقة، بخرج من الحلقة ومن الحلقة اللي على الابرة كمان. وبعدين ارجع تاني اعمل الغرزة اللي بعديها غرزة حشو، وبعدين الف الخيط على الابرة واللي بعديها غرزة نص عمود، والف الخيط واللي بعديها غرزة عمود بلفة، 3 غرز عمود بلفة، 1 2 3. وبعدين اللي بعديها غرزة نص عمود. وهنا في اخر غرزة هشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. كده انا عملت السطر ده. عايزة بقى الف الخيط، هبدأ بقى الف الناحية التانية، الجهة التانية، قصاد كل غرزة انا اشتغلتها اشتغل غرزة نفسها بالظبط. هنا اشتغلت 3 غرز حشو، هنا هشتغل نص عمود، وبعدين 3 عمود بلفة، نص عمود، غرزة حشو. فهاجي هنا كده ادخل اعمل اول غرزة نص عمود، وبعدين الف الخيط على الابرة وادخل 3 غرز اللي جايين غرز عمود بلفة. طبعا باخد خيط البداية معايا عشان اداريه تحت الشغل. وبعدين الغرزة اللي بعديها غرزة حشو، قصدي نص عمود، وبعدين غرزة حشو،
وفوق غرزة المنزلقة هعمل غرزة منزلقة واخرج من الحلقة اللي على الابرة. الفرع التاني بنفس الطريقة كده، فوق الحشو هعمل حشو وبعدين نص عمود وبعدين عمود بلفة، 3 عمود بلفة وبعدين غرزة نص عمود، واخر حاجة بقى هاجي في اخر سلسلة اعمل غرزتين حشو، 1 2، وهنهي الشغل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. هسحب الخيط ومن الحلقة اللي على الابرة وبعدين اقص الخيط، هرتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. وكده الفرع معايا بقى جاهز. باقي بقى الوردة نفسها هنشتغلها ازاي. هنعمل دايرة سحرية برضو هشتغل باللون الاخضر. هلف الخيط على الابرة وادخل اعمل دايرة سحرية وارتفع سلسلة واعمل غرزة حشو وبعدين عمود بلفة، 1 2 3 4 5 غرز عمود بلفة، وبعدين هسحب الخيط علشان اقفل الدايرة كويس، وهقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الابرة. ادي الشكل معايا اهو. وبعدين عشان ارتفع بقى الجزء الجديد هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهعلم تالت سلسلة وبعدين هرتفع غرزة كمان، ونعمل في كل غرزة عمود بلفة 5 عمود بلفة. اول غرزة هعمل عمود بلفة وبعدين سلسلة، اللي بعديها برضو عمود بلفة وبعدين سلسلة. انا بحاول اكون فراغات عشان اشتغل فيها القب بتاع الورد. لف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، اعمل عمود بلفة وسلسلة، وبعدين اللي عليها الدور عمود بلفة وسلسلة، وهكذا لحد نهاية الدور. كده بدأت تتكون عندي الفراغات 1 2 3 4 5، وبعدين دي اخر سلسلة. هاجي هنا في تالت غرزة انا اشتغلتها وهنهي الشغل، اخرج من الحلقة اللي على الابرة. هقص الخيط خلاص كده، انا مش عايزة اللون الاخضر، وهرتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل. طبعا خيط البداية انا هاخده معايا تحت الشغل اداريه،
بإبرة التنظيف او بالإبرة العادية اللي انا شغالة بيها، مفيش مشكلة، الاسهل ليكي استخدميه. وبعدين هقص الخيط الزيادة، ونفس الموضوع برضو في خيط البداية، هداريه وسط الشغل، وبعدين اقص الخيط الزيادة. ادي القب معانا اهو اهو. هنبدأ بقى نشتغل غرزة الورد. طبعا اي لون انتي عايزاه هتشتغلي بيه زي ما تحبي. خلاص بقى عشان نشتغل البتلات بتاعت الوردة، ادي القب اهو اشتغلناه. هدخل في اي فراغ واسحب الخيط وارتفع 3 سلاسل، وبعدين هلف الخيط على الابرة وادخل اعمل غرزة بف. غرزة بف هعملها ب6 لفات، ادي 1 2 3 4 5 6. بعدين هخرج من كل الحلقات مرة واحدة وأأمن عليهم بسلسلة. تاني هدخل ارتفع 1 2 3 4 5 6، وبعدين هسحب من كل الحلقات واقفل بسلسلة اهو. الشكل معايا اهو. تاني الف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعديه، اسحب 1 2 3 4 5 6، وبعدين هخرج من كل الحلقات مرة واحدة وأمن بسلسلة، وهكذا بقى في كل فراغ هدخل اعمل غرزة بف ب6 لفات. هكمل وارجع لكم. خلاص كده انا خلصت ال6 غرز بف. هنهي فين بقى؟ في الفراغ اهو اللي ما بين ال3 اعمدة واول غرزة بف انا اشتغلتها تمام. وهاجي ارتفع سلسلة والف الخيط على الابرة، اعمل 2 في الفراغ ده، اعمل 2 عمود بلف. ادي اول عمود والعمود التاني، وبعدين اعمل غرزة حشو تاني. الفراغ اللي بعديه اهو هدخل اعمل غرزة حشو، وبعدين 2 عمود وبعدين حشو، وهكذا بقى. هدخل في كل فراغ اعمل حشو 2 عمود حشو. هكمل بنفس الطريقة كده وارجع لكم. خلاص كده انا قربت خلاص على نهاية السطر. اخر غرزة حشو انا هعملها، وبعدين هاجي هنا في الفراغ ده واعمل غرزة منزلقة. وكده شكل القب معايا. هقص الخيط من الابرة وانهي الشغل، هرتفع سلسلة للتأمين وانهي الشغل، وبرضو هداري الخيوط بتاعتي وسط الشغل كده زي ما تحبي، بإبرة التنظيف بالإبرة العادية زي ما تحبي. وبعدين هقص الخيط الزيادة. ادي كده القب معايا، وادي فرع الوردة، ودي السلاسل اللي احنا هنعلق بيها. هبدأ بقى اجمعهم ال3 مع بعض
هجيب ابرة التنظيف وادخل فيها السلاسل دي. هدخل الناحيتين. في ناحية اطول شوية اقصها. خلاص كده انا دخلت الناحيتين اهو. هاجي هنا في الفرع في النص بالظبط وادخل واسحب الخيط. خلاص كده اهو انا دخلت الطرفين. اسحبي بقى على قد الدايره اللي انت عايزاها فوق. تمام. وادي طرفين الخيط. هاجي هنا في القب وهبدأ اثبتهم. طبعا انت لو معاكي ابرة تنظيف اصغر من كده هتبقى اسهل بكتير يعني. خلاص انا دخلتها كده. هبدأ بقى انا اثبتها بغرز بابرة الشغل عادي. طبعا انتي هتثبتيها باي طريقة وهداري الخيوط كده تحت الشغل لحد ما احس انها خلاص اتأمنت، وبعدين اقص الخيط الزيادة كده اهو. تمام. خلاص بقى هقص الخيط الزيادة. وده شكلها النهائي اهو. ده الشكل النهائي بتاع الوردة. يا رب تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديوهات جاية تاني ان شاء الله.